وإني أوجه من يهيئون أنفسهم لعيدهم ومن يهيئون أنفسهم في ملابسهم: اتقوا الله في ملابس الأعياد. إن هناك آباء ألبسوا بناتهم الألبسة التي هي ألبسة لا تليق، فأنت مسلم وأنت يمني صاحب الغيرة والشهامة، أنت من أهل اليمن أصحاب الخير وأصحاب الشهامة وأصحاب الأعراف العظيمة، أنت من أهل اليمن. سلوا معركة القادسية تنبئوكم عنهم، سلوا معركة اليمامة، سلوا معركة بدر، إن أول قتيل فيها كان من أهل اليمن، إن أول شهيد فيها كان من أهل اليمن. سلوا معركة أحد، سلوا المعارك العظيمة، فليحرص الأحفاد أن يكونوا كما كان الأجداد. اتقوا الله في الألبسة. إن هناك من الناس من يزين البنات فتخرج البنت على هيئة. لماذا؟ قال إنه عيد فلتفرح. يا عبد الله، البسوا النساء الألبسة الشرعية، البسوا البنات الألبسة الشرعية، احذروا الألبسة الفاتنة، احذروا الألبسة التي ليست لائقة، احذروا أن تصول البنات. والبعض ينظر أن بنته صغيرة ويقول هي صغيرة وهي في سن كذا وكذا. إنها في عينك صغيرة، لكنها في عين غيرك امرأة وأنثى. فاتق الله في بناتك، واحرصوا على الألبسة الصحيحة في خروج البنات وفي خروج النساء في أيام أعيادكم معاشر المسلمين. فالله الله في الحرص على شراء الألبسة. ونحن نبهنا من هذه الجمعة تنبيها لمن يشترون الألبسة ولمن يتهيئون للألبسة لأيام أعيادهم: